هذا العلم اليوم هو علم لكل العرب، هو علم للعراقيين، هو علم للكويت، هو علم للبنان، هو علم لكل العرب أينما وجد. أهلا وسهلا بكم متابعي الكرام إلى حلقة جديدة واستثنائية، وذلك بمناسبة فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي. هذا الفوز التاريخي والذي أعطى زخم جديد لكرة القدم المغربية بل والعربية أيضا. هذا العلم اليوم عرف يوما استثنائيا. هذا العلم كان خفاقا في عديد الجغرافيا العالمية، بدءا من بلاد الخليج العربي، من قطر والكويت والإمارات والبحرين وعمان، إلى سوريا، إلى لبنان، إلى مصر، إلى ليبيا، إلى باستثناء الجزائر المحتلة، كما رفع في البرتغال وفي إسبانيا وفي بريطانيا وفي هولندا وفي بلجيكا، بل حتى بلجيكا التي فاز ضدها المنتخب المغربي. كان هذا العلم خفاقا في كل المدن البلجيكية، وفي ألمانيا، وفي حتى بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض دول أمريكا اللاتينية. بل قبل قليل شاهدت هذا العلم يرفعه مواطنون مغاربة وعرب حتى في إندونيسيا وفي ماليزيا. صراحة كان يوما استثنائيا. هذا اليوم سيبقى مسطرا في تاريخ كرة القدم المغربية. هذا اليوم لن ينسى أبدا. هذا العلم اليوم هو علم لكل العرب، هو علم للعراقيين، هو علم للكويت، هو علم للبنان، هو علم لكل العرب أينما وجدوا. هذا العلم شئنا أم أبينا اليوم هو من يحمل اللواء في كأس العالم، ونتمنى إن شاء الله أن يحقق لهذه الأمة ما تصبو إليه في كأس العالم، ويمثلها إن شاء الله أحسن تمثيل ويحقق إنجازات نتمنى أن تكون استثنائية، وأن يحقق ما لم يحققه العرب طوال تاريخهم. نتمنى الخير، ونتمنى إن شاء الله أن تتحقق الأمنيات العربية إن شاء الله. شكرا للمنتخب المغربي، شكرا للجماهير العربية التي ساندت المنتخب المغربي اليوم، شكرا للجماهير في أمريكا اللاتينية، وشكرا للجماهير في أمريكا الشمالية، شكرا للجماهير في أوروبا، شكرا للجماهير داخل بلجيكا. ونحن الآن يؤسفنا أني شاهدت قبل قليل بعض أعمال العنف داخل بلجيكا، وهذه الأعمال التي لا نؤيدها ولا نحبها أصلا أن تقع داخل الصديقة بلجيكا، لكنها كرة القدم تصنع ما لا تصنعه أمور أخرى. شكرا لكل من ساند، وشكرا لكم متابعي الكرام، وشكرا لمتابعي الكرام داخل الجزائر المحتلة، وأحييكم وأقول لكم هنيئا لكم بفوز المنتخب المغربي، ولا عزاء لمن يسيطرون على مقاليد الحكم في بلدكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.